دلوقتي عندنا صورتين زي دول، الصورة دي والصورة دي. الصورة دي الإضاءة بتاعتها مختلفة عن الصورة دي، بس أنا عايزة مثلا أخلي الصورة التانية دي واخدة بنفس الدرجات بتاعت الصورة دي بالظبط، نفس الشكل تقريبا. فنعمل ده ازاي؟ أول حاجة عايزين نحط الصورتين دول جنب بعض، فهنيجي عند قائمة ويندو ونعمل arrange ونختار اللي هو to up a vertical، ونبتدي نقول له بقى الأمر بتاعنا. احنا عايزين الصورة اللي هي البيضة دي تبقى زي دي. نعملها ازاي؟ image adjustment ونختار امر اسمه match color مش موجوده غير هنا، خلي بالكم. تمام. وبعد كده هنبتدي نشوف بقى الصوره بتاعتنا دي. بيقول لي انت عايزه انهي صوره، يعني انهي واحده من اللي موجودين. فانا كده كده ما عنديش غير صورتين. الصوره بتاعتي اللي هي اللي خلي بالكم اللي هي البيضه دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، فدي اللي هي نمبر بي ديت. تمام. فانا ضغطت عليها عشان اقول له انا عايزه اللي كانت هنا دي بقت زي دي. زي ما انتم شايفين الفرق مش كبير بينهم، يعني ممكن تلاقي في هنا الاضاءه ممكن اغمق شويه، ده بنعدله بقى من هنا. الاولانيه دي عامله زي البرايتنس، اسمها ايه؟ لامينس ديت عباره عن اللي بتلعب عن الفواتح او اللمعه اللي في الايه اللي في الصوره. فانا طبعا كل ما اعليها كل او اقللها، بصوا شوفوا اللي بيحصل للسماء وللسحاب بيحصل ايه. بصوا، فانا طبعا عايزاها تكون قريبه من الالوان بتاعه التانية، فانا هشوف بقى ايه على قد ما اقدر احاول اظبطها. فاهميني؟ الكولر انستنسيتي دي بتعمل ايه؟ دي عباره عن اللي هي الكثافه او الساتوريشن، عامله زي الساتوريشن كده بتاعه الصوره. يعني بصوا لما اعمل كده، بصوا العجله حصل لها ايه؟ الاحمر اللي في العجله. ولما اجي كده بتعمل، شايفين الاضاءه بتاعه العجله عامله ازاي، او البرايتنس بتاع الوضوح بتاع اللون. فدي برضو لو عايزه اظبطها بس اقللها شويه، لاني طبعا زي ما انتم شايفين العجله هنا اللون بتاعها مش واضح قوي، فانا بحاول ان انا اجيبه على قد يعني على قده شويه. فهمتوني ازاي؟ فانتوا هي اللعبه ان انتوا بقى تظبطوها بنفسكم. طب ده ايه؟ الفيد دي هو سبب ان الصوره تتحول بالالوان دي. فلو جبتوها على الاخر كده تاني هترجع الصوره زي ما كانت. لا، فانا هرجعها تاني او اشوف انا مثلا هي محتاجه تبقى واخده قد ايه نسبه. فانا شايفه ان هي لما كانت اعلى حاجه كانت كويسه. تمام. طيب ايه كمان؟ دي بتقول لي دوست عليها هترجع لي الصوره بين الدرجات دي وبين الصوره اللي كانت اصليه. فانا مش عايزاها طبعا، لان انا حابه ان انا اعمل الايفكت ان هي تبقى نفس درجات الصوره دي، يعني ملهاش لازمه. تمام. طيب ايه تاني؟ ان انا هنا مثلا شايفين اللي مش متاكتفه دي بتتاكتف امتى؟ دي لما بكون عامله سيلكشن مثلا للصوره. يعني انا ممكن اكون عامله سيلكشن للسما بس مثلا، وعايزه السما دي تبقى زي السما دي بس بقيه الصوره لا. فدي لما بدوس عليها بقول له ايه؟ لا انا عايزاك بقى تحدد لي ايه يعني تعمل لي الامكانيات دي كلها على الصوره كلها، مش على السيلكشن بس. فاهميني؟ فاحنا كده مش عاملين سيلكشن، فملهاش لازمه اصلا دلوقتي. فاهميني؟ طيب في حاجه تاني؟ لا، هو كله الكلام كده، وانا هقول له ايه؟ اوكي انا حبيت الصوره بالشكل ده. فاهميني؟ طيب تعالوا برضو هديكم مثال بس حاجه تانية، علشان بما اننا خدنا الفلاتر تعالوا ناخد مثال على الفلاتر. ناخد الصوره دي مثلا. بصوا في خاصيه حبيت اقولها لكم بتبقى شبه الفلاتر بس هي مش فلاتر. الخاصيه دي اسمها ايه؟ هتيجوا هنا عند اللي هي الادجستمنت هتلاقوها هنا، اسمها color lookup. الكولر لوك اب دي لو ضغطته هنا هيبتدي يجيب لك حاجات اوامر هي شبه الفلاتر بس هي مش فلاتر، هي بتغير التأثيرات اللي في الصورة. فحبيت التأثير ده مثلا، لا ما حبيتوش، طب اغيره، وهكذا. تفضلوا بصوا تجربوا وتشوفوا انهي تأثير في الصورة عجبكم. ممكن يعجبكم ايه تأثير معين او تبقوا عايزين تأثير معين. ولو يا ريت لو تقدروا تحفظوا التأثير اللي يعجبكم في دماغكم اسمه ايه مثلا. فاهميني؟